السلام عليكم. النهارده مع لوجي هناخد ايه؟ الشدة. الشدة دي بقى بصوا بقى، احنا زمان كان في طريقة كده بتكتب الكلمة طريقة غريبة. كان في مشكلة ما بين الحروف. ايوه. وكان في كلمة مثلا اسمها مد، ماشي. فراح ايه صاحب الحروف بقى ايه ده، ايه الكلمه الصعبه دي؟ احنا هنكتب مد ميم دال دال، لا احنا نكتبها ميم ودال واحده. راحت الدال التانية اتعصبت قوي وقالت لهم ايه، يا سلام يا سلام، اما انت تكتب دال واحده الناس هتعرف منين ان انا كنت موجود؟ راح قال له بس انت هتتخانق. خلاص احنا هنحط على فوق الحرف الاولاني شده. ايه بقى الشده دي؟ الشدة دي أول ما يشوفوها هيعرفوا على طول إن الحرف ده كان حرفين. يا سلام يا سلام، يعني إيه؟ يعني هنا هنسأل مثلا لوجي، بص يا لوجي، هنا في شد على الدال، يبقى ده تعرفنا على طول إن الدال دي مالها؟ ها؟ انهم اتنين دال ودال، صح كده ولا لأ؟ ودايما دايما دايما الحرف الأولاني عليه إيه؟ سكون. الحرف الاولاني عليه ايه؟ سكون. طب والحرف التاني بيبقى عليه ايه حسب ما الشدة تقول؟ ممكن الشدة يكون عليها فتح يبقى الحرف عليه فتح. طب الشدة عليها كسر يبقى تحت الحرف كسر. طب الشدة عليها ضم يبقى الحرف عليه ضم. خلاص فهمت؟ يلا نشوف الشدة هنا عليها ايه؟ فتحة. يبقى احنا كده لما فكيناهم الاتنين عرفنا منين ايه اللي خلانا نفكهم الاتنين؟ الشدة، صح؟ خلاص بقى عرفت يا عم الحرف اللي قعدت تزعق؟ ايوه يا اخويا عرفت. خلاص طالما هما هيفهموا وهيعرفوا ان الحركة بتاعت الشدة دي بتفك الحرف لحرفين، وان انا كده هبقى موجود، خلاص اعملوا اللي انتوا عايزين، مش مهم. نشوف ايه واحدة كمان. لو قلنا الشمس، ايه ده شين وشين؟ فصاحب الحروف راح قال ايه، لا نخليها الشمس بس. راح الحرف التاني قال يا سلام يا سلام، والناس هتعرف منين بقى ان انا كنت موجود؟ قال له ايه، اسكت. خلاص هنحط فوق راس الحرف شدة، والناس الشاطرة اللي هيعرفوا ان الشدة هتتفك لايه؟ لحرفين. سهلة ولا صعبة؟ صح. هنبص